خلونا بقى نكمل ونشرح باتش هنا بالمرة. باتش هي وظيفتها إن هي بتكون لك سيرفيس أورجانيك أو أيا كان بأقرب وصف أو بأقرب طريقة للشكل اللي موجود. تمام. تعالى مثلا نعمل حاجة هنا كده زي دي. لو قلت له باتش، هو بيقول لك عندي النقط في اليو والفي. اليو والفي دي بالنسبة له في الأورجانيك ديزاين زي إكس وواي كده عندنا. تمام. بقول له اوكي، فبيبدأ هو يعملها لك بأقرب حاجة تناسب الشكل ده. طب لو انت طب لو انت مثلا عندك حاجة زي دي وقمت جاي انت عامل ايه؟ قمت مثلا قايل له ان انا والله انا عايز دي هنا كده، وقمت جاي قايل له انا عايز دي هنا كده مثلا. تعالى بقى نشوف باتش هيعملها ازاي. فهو هنا الباتش معتمد على الريفرنسز اللي انت بتحطها له. تمام. لان اي شكل زي ما اتفقنا في الاول خالص، اي شكل ما هو الا عبارة عن شوية ريفرنس، والبرنامج بيتبع ليك فيها. وكل ما تحط له ديتيلز كل ما هو يديك شغل أحسن وأعلى. تمام. بس يعني دي بشكل عام كده معظم الأمور أو الحاجات المختصرة. آخر حاجة بس صغيرة، إن أنت مثلا لو احنا اتكلمنا بقى مثلا هنا، أنا مثلا لو عندي نقط وسيرفس وخلينا نقول مثلا ده كمان بولي سيرف وده سيرف. انا بقى مثلا عايز اخد السيرفسات بس، اقوم جاي هنا كده، اقوم ضغط كليك يمين، يقوم قافل كل حاجه واللي انا اخترته بس، فيختار ده بس. طب لو انا قلت له انا عايز الكيرفس بس، فيمسك الكيرفات بس زي ما انت شايف كده. طب لو انا عايز ارجع افتح كله، فضغط على ده كليك يمين، فلاقيه بيرجعني للسيرفس، اقوم ضغط على دي قافلها، واقوم رايح مثلا للكيرف، واقوم ايه ضغط كليك يمين، فيقوم قافل الكيرفس وفاتح كله. يعني كليك يمين يفتحها لوحدها، كليك يمين يقفلها ويفتح الباقي. تمام. فده السليكشن فلتر. لو مش موجود عندك بتكتب بس سليكشن فلتر، بيجي لك مرمي كده، تقوم انت واخده شده حاطه هنا. تمام. دي عباره عن مثلا ان انا لو شغال في مشروع كبير وفي حاجه معينه انا عايز يعني اخدها او اخليها ايزوليت، اقول له مثلا ايزوليت. طب لو انا عايز اخفي حاجه و يعني اظهر المخفي واخفي اللي ظاهر، اقوم مثلا ضغط على دي. شايف كده؟ تمام. مثلا دي لوك، ده امر مهم. بنعمل بيه لوك غير لوك كمان اللايرز. طبعا هنا هنستخدم اللايرز دي اكتر في الجزء بتاع الفيلا ان شاء الله رب العالمين. هنعمل لايراتنا كامله وازاي نظبط الفايل بتاعنا ونعمل الكلام ده كله، هشرحه لكم باذن الله تعالى. وبعد كده خلونا بقى ننتقل للمرحله الجايه اللي هي بيار كانجز جروب الميوزيوم بتاعهم، واشوفكم في الدرس الجاي.